بأخطاء الإسماعيلي الزمالك بيفوز ويواصل البقاء في الصدارة. النقطة الأولى، بيبتدي الزمالك كعادة مبارياته تحت قيادة فيريرا بالضغط العالي والحصول على الكرات الثانية بسرعة. النقطة التانية، الزمالك بيطور في الكثافة العددية في منطقة الدايرة. ادم كايد بيضم دايما عشان الزمالك يكون عنده 4 لعيبة حوالين الدايرة، وزي ما واضح في اللقطات اللي قدامنا، ولما اللعب بيميل للأطراف هتلاقيه بيرحل ناحية الخط، وده شغل تكتيكي لآدم كايد فارق بيه عن شيكو بنزا. نقطة رقم 3، دونجا وتوجيهات المدرب انه دايما يلعب على الفينة في اللقطة دي. في الدقيقة ال5 بيقدر انه يلعب كورة طولية توصله امام المرمى عشان ياخد ضربة جزاء من مدافع الاسماعيلي. النقطة الرابعة، الزمالك في الهجوم ب4 لعيبة ان ما كانش 5 لعيبة، وده ما كانش بيحصل قبل كده مع نادي الزمالك. مشكلة آدم كايد على الرغم من وعيه التكتيكي وتواجده في منطقة صناعة اللعب، وده بيخلق كثافة عددية، إلا إنه بتصرفاته دايما في اللمسة الأخيرة غلط. في اللقطات اللي قدامنا هنشوف ده، دايما بيتأخر في القرار وبياخد قرار خاطئ. في اللقطة اللي قدامنا المفروض يباصي لناصر ماهر، لكن إنه بيتأخر فالكرة بتتقطع. اللقطة اللي بعديها مش مفهومة، بيقعد يلف حوالين نفسه وفي الآخر الكرة برضو بتتقطع. في اللقطة اللي قدامنا هنا برضو كان ممكن يلعب لألفينا يوصله للجول، لكن ما حصلش. ونفس الكلام في اللقطة دي، كان ممكن يفتح على شماله. ناصر ماهر عمل نفس المشكلة في الشوط الأول، ونشوف عبد الله السعيد بيعمل ايه عشان يوصل اللعيبة بلمسة واحدة للجون. في النهاية اللي عايز اقوله ان ادم كايد لعب تكتيكي كويس، لكن اللمسة الأخيرة هي أهم شيء. هل هنشوفها بتتطور مع فيريرا ولا في لاعب آخر هياخد مكانه؟